عن لعبه البيتزا اللي مجننه العيال دلوقتي واللي انا لسه لعبها من شويه؟ ما تيجوا تسيبوا اللعبه دي وهاتوا احباب الله. تعالوا اقول لكم حاجه بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر رحب بكم، انا مروه خالد ويلا نبدا. وزي ما شفتوا في عنوان الفيديو ده يخص احباب الله اللي هم تقريبا من سن يوم لحد 40 سنه او اكتر، والتصنيف ده جدعانه مني، وده ببساطه ان انا بعتبر الفيديو ده مساعده صغيره لاي حد عايز يبدا يقرا. علشان كده الفيديو ده بيكلم بالاخص النهارده اصدقائي احباب الله اللي قاعدين يلعبوا بابجي ولعبه البيتزا وقاعدين على السوشيال ميديا. ارحمونا وارحموا نفسكم بقى وتعالوا اسمعوني شويه. بصوا، بما ان انا بعتبر نفسي قريبه منكم في السن شويه، فهحاول ان انا انقل لكم تجربتي في بدايتي في القراءه. لما كنت في اولى ابتدائي، في الوقت ده كنت لسه بحبي في طريق ان انا اقرا كلمتين على بعض، ولما رحت المدرسه لقيت هناك مكان فيه كتب كتير ومدرسه وشويه عيال بيقراوا. طبعا دول كانوا اشباح المدرسه، وانا لسه اولى ابتدائي وطبعا مش واثقين فيا، قالوا بقى حته عيله صغيره ممكن تقطع كتب. لكن مع الوقت بداوا يثقوا فيا وبقيت انا اشباح المدرسه. وطبعا مش هضحك عليكم واقول ان انا في البدايه انجذبت لاعظم الاعمال الادبيه، نجيب محفوظ او طه حسين. لا طبعا انا كنت اسف من كده يا اسطى. في الاول طبعا زي اي طفل كنت بنجذب للكتب اللي شكلها حلو، الالوان، الصور، الكلام ده يعني، وساعات قصص صغيره وهي كانت ماشيه يعني على ما اتذكر ان انا كان في كده مجموعه قصصيه اسمها ملح وفلفل. دي كانت بداياتي في اولى ابتدائي. مش هطول عليكم بس هقول ان مع السنين بقت الصفه الملاصقه ليا هي مروه اللي بتحب القراءه. يعني لقيت نفسي كان المدرسين مثلا يطلبوا مني ان انا اقوم واحكي قصه للموجودين في الفصل، او تقابلنا حاجه في المنهج يقولوا لي مروه قومي قوليها، او مثلا ان انا اشتركت في الاذاعه المدرسيه، او ان اول قصيده حفظتها عن فلسطين كنت في رابعه ابتدائي في المكتبه. لحد ما فضلت الى الان الصفه الملاصقه فيها برضو مروه اللي بتحب الكتب، ودلوقتي مروه اللي عامله قناه على اليوتيوب عن الكتب. وطبعا يا احباب الله انا النهارده مش جايه احكي قصه كفاح والكلام ده، انا والله حكايتي والله. انا جايه بس اقول لكم ان انتوا لازم تدوروا على حاجه تميزكم او حاجه تضيف لكم. اللعب حلو، انا كمان بلعب جيمز زيكم والله، بس ممكن مع اللعب كده نعمل حاجه تانية تضيف لينا وتميزنا. وعشان انا بحب القراءه قلت النهارده اكلمكم عنها. بس السؤال المهم، نقرا ايه؟ وطبعا بما ان شغل الامير والاميره والجزر والبطل اللي بيطير ما بياكلش معاكم ولا معايا الصراحه، فهنا لازم نقف مع نفسنا ونشوف هو انا في حاجه معينه لازم اقراها. انا بقول اقرا اي حاجه، المهم تكون حاببها وحاسس بالشغف تجاهها. ان شاء الله حتى تقرا قصه من 3 صفح. اصل من الاخر القراءه مش خناقه، يعني مثلا مش هنعمل مسابقه مين اكتر واحد قرا قصص او مين بيقرا لاعمق الكتاب. المهم انك تقرا كتاب لغه سليمه علشان تستفاد شويه. وطبعا بما ان انا بكلم احباب الله فلازم الكتب تخضع في الاول لمعايير الاب والام لحد ما نكبر ونعرف نحكم بنفسنا. طب برضو معرفناش نبدا نقرا ايه؟ بصوا، انا لما بحب ارشح حاجه للقراءه برشح للكاتب احمد خالد توفيق. ده فعلا اللي خلى جيل الشباب يقرا، ناس كتير جدا بدات تقرا على ايديه وتحب القراءه على ايديه. ومن اشهر الحاجات اللي عنده واللي انا اصلا بفضلها وبحبها سلاسل القصص زي سفاري وما وراء الطبيعه. ولفوا لفه كده على القناه هتلاقوا ملخصه حاجات منها، شوفوها برضه. انا بشوف اهميه القصص دي في انها بتقدم لك حاجتين، المتعه والتسليه، لان انت بتخوض المغامره مع رفعت اسماعيل، وفي نفس الوقت الاستفاده. يعني مثلا لما انت طفل او شاب في اي وقت وتقرا قصه تعرف منها الاحتراق الذاتي، معلومه ما اعتقدش ان انت وانت قاعد على الفيسبوك هتعرفها، او مثلا هتقرا عن النباتات المفترسه او اي مغامره من مغامرات رفعت اسماعيل، فاللي انا شايفاه ان دي هتكون احلى بدايه تبدا بيها رحلتك معايا في القراءه. وطبعا ممكن تلف في القناه هتلاقي ما يسرك. ولو ليك في المجلات في العربي الصغير لسه بشتري لحد دلوقتي، ولما اكبر واطير واطلع مع منى الشاذلي هحكي لكم اكتر عن قصتي معاها. المهم نوصل للخلاصه. بص يا صديقي، احنا خلاص بقينا 10 من بدايه الحلقه، فهقول لك يا صديقي انك تقرا ده شيء جميل جدا. المهم ان انت تقرا حاجه تستفيد منها وتحبها وتبقى مستمتع جدا وشغوف وانت بتقراها، لدرجه ان انت اول ما تخلصها تجري على اول حد انت بتحبه وبتحب تتكلم معاه وتصدعه بيها وتحكيها له كلها. اقرا الحاجه اللي تخليك تحس انك متفرد ومتميز، واعرف ان مفيش حاجه مناسبه للكل. المهم كتاب يكون لغه سليمه ومعايير واضحه، وبعد كده اقرا ما تحب. سيبك بقى من السوشيال ميديا، ولو تعرف تخليني انا كمان اسيبني منها هكون شاكر جدا. ولو حابين اعمل حلقه تانية يكون فيها ترشيحات اكتر قولوا لي في الكومنتات. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير. بس قبل ما اسيبكم هقول لكم سؤال عايز اعرف اجابته لكل الناس اللي بدات تقرا او اللي بيقراوا من زمان. ايه اول حاجه قراتها في حياتك ومعلمه معاك لحد دلوقتي؟ قولوا لي برضه في الكومنتات. ودلوقتي اقول لكم سلام.